مواصلين معكم في الجزء الثاني من برنامج سهرة عربية. بعد شوي بنطير إلى العراق، إلى بغداد، مع شاعر كبير صباح الهلالي. للشعر عنوان وللفن إبداع. هو شاعر يحترم جمهوره، قدم العديد من القصائد. هو حريص جدا على اللون الشعري الخاص به. الليلة نستعرض مع بعض هذه التجربة الشعرية. خلونا في بداية الحلقة نفتتحها في قصيدة. نعم صباح. شكرا. يعني هو أكيد يعني خلينا نبدي بالغزل لأنك أنت عسلي. شكرا لك، تحياتي. شكرا. نبدي من تراب مثل نعم بس الجمال أسباب الله رب الجمال اعتقد سواك في محراب. باب جنة عدن تين ونخل وعناب. بقالبك خلى عسل وشوية ذبل تراب. بسواد العين يسمر من ترابي. ايش عجب قلبك تغير من ترى بي. انا ما اظن ترابك من ترابي. حضنتك والعسل جل بدي. من طين مثلي نعم بس عود جنك طين. ذرات منك بقن لمهن وسوى العين. 10% ندى 10% ندى ويمكن ورد 20. ومدروح نهر الخمر كمل لك 70. سلالتكم نسب يوسف نسبها. الدنيا بغير نظراتك نسبها. الوادم 100% نسبها. بس نسبة جمالك 700. وسبحانه كمل بعد فوق 700. رشع لقلبك وفوع الروح حنية. سبحانه كمل بعد فوق 700. رشع لقلبك وفوع الروح حنية. انطاك واكس طفل وعيون حورية. بس اسعافك بلا بخت وتورط بيه. واللول البيك شي ما بيك لوله. ملاك من السمل بالمهد. لولا جمالك ما تجاوز بشر. لولا شكرا لك على هذا الشعر الغزل. نتمنى لك مزيد من التفوق ومزيد من الإبداع ومزيد من العطاء في الشعر. نرجع شوي إلى بداياتك الفعلية. من مكتشف هذا الشاعر صباح الهلالي؟ بدايتي الفعلية عام 96. لكن يعني لما انتميت لجمعية شعراء الشعب وكتاب الأغنية، هي كانت الفعلية اللي أخذت الهوية كشاعر. وبالمناسبة أنا أول يوم رحت أخذت أكو عندنا يعني جنابك تعرف أنت إعلامي، أكو عضو بأي جمعية عضو مشارك وعضو عامل. نعم. اللي عضو مشارك اللي يجي فقط يعني يبقى 3 سنوات أو 4 كأن يكون يتمرن أو غيره. نعم. يحسون به الموهبة بعدين يأخذ عضو عامل. أنا أول يوم جيت لي الله يطيل له بعمره الشاعر محمد المحاولي أبو النصير، تحياتنا للشاعر. قرأت موضوع يمه وبعدين قرأت على المنصة، فقال خلاص من اليوم هذا استثناء خاص لصباح الهلالي انه يكون عضو عامل. فاول يوم رحت انا اخذت هوية عضو عامل. مبروك مبدع. بينما انا اكتب الشعر من ال 12 سنة عمري يعني قد ابني الحر قد عمر ابني. نعم. بس كان شعر ظريف، شعر نكتة، شعر يعني خلينا نقول نقد لي موضوع بس على عمري يعني. فالبداية من 96. حلو صباح، ممتاز جدا. خلينا على طار النكتة شوي نرجع إلى أبو هارون. نعم،
أبو هارون، شيء جديد يعتبر على خاصة حسا حاليا بالاستماع الجالية العراقية وكذلك العربية، نحب أنه توضح لهم من هو أبو هارون. أعرفك أبو هارون أستاذ مهدي. أولا كانت يعني خلينا نقول النظام السابق المخابرات العراقية قبل نعم تحاول أن تسقط محافظة بطريقة النكتة، فيقول لك أكو فد واحد كردي، أكو فد واحد دليمي، نعم، أكو فد واحد ناصري، أكو فد واحد ديالة، أكو فد واحد كذا، وكل واحد نعم أستاذ صباح، منطينا صفة واحد انه لغيت كل هذا الموضوع. اكو فد واحد من المحافظة، لا خلاص خلينا ابو هارون الدوشق مال غسل تحمل كل هاي وصارت بس على ابو هارون، حتى ما حد يسيء لاي محافظة عراقية من اهلنا الطيبين اللي كلهم كرم وكلهم شجاعة وكلهم وفاء. فلهذا يعني هذا الموضوع صار مال ابو هارون. فكرة جميلة. ابو هارون كانت فكرة فقط ولا مو شخص معين. نعم نعم، نريد نسمع نكتة يا مهدي. نعم، يعني إنه هواية، بس اكو واحد راح يريد يغير اسمه بالجنسية. نعم، فسأل المختص قال له أنا طبعا جاي يبكي، قال له أنا أرجوك أنا تغير اسمي. قال له ليش تغير اسمك بابا؟ قال له اسمي يعني اسمي مو زين وأهلي سموني، فأنا في هذا الموضوع يعني ما امتلك الإرادة، بس الآن امتلك الإرادة إنه أغير اسمي. قال له شو اسمك بابا؟ شو سموك أهلك حتى أعرف أغيره ولا لا؟ قال له سموني سعد الحمار. قال له من حقك لا سعد الحمار يعني لازم تغيره، فشو تريد تغيره؟ قال له أنا مصر أن يتغير إلى أسعد الحمار. نعم. يعني كانت مشكلته مش الحمار، كانت مشكلته من سعد إلى أسعد. جميل جميل يا أبو الشمس، شكرا لك على هذا التوضيح. حاليا بالاستماع شيماء من أربيل أطلب من الأستاذ صباح الهلالي أن يسمعنا مقطع عن الحب. هو كل القصائد عن الحب. بالأسماء ما نقدر الآن، تدري الارتجال كله يعني الارتجال كذبة، إنه واحد يقول لك ارتجل على الجو الآن مع إذاعة مهمة، أنا ما أقدر ارتجل. لكن راح أقولها هي، بس هي وياك على الخط ولا ما وياك على الخط، مقابيل على اللابتوب، مقابيل على اللابتوب. على اللابتوب. نعم. أقولها هوينة ومن هوينة من هوينة، هوينة ومن هوينة من هوينة غشمة وما عرفنا من هوينة اللي وافي بالمحبة من هو وين إذا تلقاه قصتين. الله عليك. الله عليك، شكرا لك صباح. خلونا حبايبي المستمعين نروح فاصل وبعدها راجع لكم ونشوف محمد ايش راح يسمعنا. غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي، أنت نصيبي وقلبي الوحيد، أنت اللي في قلبي غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعليك يا حبيبي، لا تروح بعيد، أنت نصيبي وقلبي الوحيد، أنت اللي في قلبي والله.
غير حياتي، نساني جروحي وآهاتي، ذكرني بكل حكايات خلاني دوب. انت غرامي كله، شمس عمري وظله، اصلك هالعالم كله حبك ماتوب. يا حبيبي لا تروح بعيد، انت نصيبي وقلبي الوحيد، انت اللي في قلبي والله. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني. رجعنا لكم حبايب المستمعين بعد هذا الفاصل في برنامج سهرة عربية، وضيف الحلقة الشاعر المتميز صباح الهلالي. وصلتنا كثير من الرسائل. سيف الحسيني شاكر حضورك الليلة عبر برنامج سهرة عربية. علاء العزاوي، أحمد، شاكرين حضورك الليلة. شكرا لكم، تحياتي، شكرا حبيبي، تحياتي لك يا ربي. وإن شاء الله هذا البرنامج وهاي الإذاعة توصل إلى كل أزقة بغداد والمحافظات إن شاء الله وبإذن الله. أبو شمس، نعرف أنه مجال الشعر مجال صعب جدا، مجال يحتاج جراءة كبيرة. بالنسبة لك كشاعر واجهت بعض الصعوبات؟ خليني أقول لك شنو الموضوع. أولا الشاعر بالعراق عنده، إذا أي شاعر خارج العراق عنده خط أحمر واحد، أي شاعر عراقي وخاصة إذا معروف يعني من يتكلم الناس يسمعوه راح يصير عنده 500 خط أحمر. نعم. أولا المعممين من الطرفين، ثانيا السياسيين، ثالثا الأغبياء، الرابعة يعني لو أقول لك الخطوط الحمراء اللي يعني تكتب قصيدة نعم عن أي موضوع، الباقين يأخذوها على نفسهم، فأكيد تبقى مهدد دائما، مهدد يعني بحرفية الكلمة، تبقى مهدد كشاعر. نعم. نعم. أبو شمس، لو طلبنا من عندك أنه توصل تحية، لمن راح توصل؟ تحياتي لكل العراقيين يا ربي وكل أهلنا، وإن شاء الله يوصل من خلال هاي الفضائية الرائعة أو الإذاعة نعم. آسف، الرائعة اللي يعني تكبدت العناء حتى توصل إلى صباح الهلالي من خلال مهدي العسل، مو مهدي العسل. شكرا لك، شكرا. تعب وهاي الفترة يعني تواصل وياي رغم يعني رغم كثير من الأمور اللي صارت بيني وبينك، انه اني مشغول وانت مشغول وكذا، لكن تواصلنا انا وياك. اتمنى ان توصل لكل بيت عراقي يا ربي ان شاء الله، وان نوصل البسمه والقفشه والشعر الشعبي واي شيء اخر يعني ممكن انتم راح تقوم بمسرحي بتشكيلي بغيره، ان يوصل من خلالكم الى كل اهل. فخر، نعم أقولها فخر يا صباح. أنت ضيف اليوم برنامج سهرة عربية على راديو هوانا. وصلتنا رسالة من رانيا تقول أنه علاقة صباح مع حاتم العراقي علاقة جيدة، علاقة كبيرة، هل هذا صح أم خطأ؟ لو تدري علاقتي بحاتم العراقي شلون. بالمناسبة أنا ما مشتغل له كل شيء ولا مغني لي حاتم. نعم. يعني ما أعرف، هي مسألة قسمة، مسألة أقل من حاتم. يعني ممكن أكو ناس وصلوا لذوق حاتم أنا ما وصلت، بس كأصدقاء لا. يعني لو تدري علاقتنا بصراحة يعني يمكن بشكل يومي نتخابر أنا. إضافة إلى هذا يعني أنا أريد أوصل للأمانة أنه حاتم صاحب مواقف بمساعدة الشعراء والملحنين، يعني بصراحة حتى ماديا يعني ما ينسى واحد بالعيد نهائي. نعم. ودائما يسأل على أصدقائه، يسأل على أهله، على أفراد عائلته، على الكل يسأل. نعم. وحاتم أنا برأيي يعني أصفى قلب في فنان عراقي موجود. نعم. يجي وراه صلاح البحر. توصل للأمانة أنه حاتم صاحب مواقف بمساعدة الشعراء والملحنين، يعني بصراحة حتى ماديا يعني ما ينسى واحد بالعيد نهائي. نعم. ودائما
نعم. وحاتم أنا برأيي يعني أصفى قلب في فنان عراقي موجود. نعم. يجي وراه صلاح البحر. تحية للفنان صلاح البحر والفنان حاتم العراقي. كل الحب والتقدير لهم من كادر الراديو. صباح، أوشكنا إلى نهاية المقابلة. ماذا تتحفنا من قصيدة؟ لك الاختيار كما شئت. هواي آثار ظلت بس ألم لا. المخطط يسمون الكترهم. عندي جروح من تستعف لأن واحد صرت أشدهن. الجمهن لأن بجروح لك صوت سمعني الجاب لدنك. أنا من أذكر عشرتك يحمر الشيب احنا واد نقالة وصبغهن. صفت بثمن صابع قصتي وياك عض سبابتين خلصتهن عليك. ومن كثر عضات الانياب يلوذن بالرحل والتعظن. الله يا ابويا منكبك بس الاخلاق حاميات المستغلهن. لا تغرق بعد ما اطلج شوف ابشرك قصقصت. الله، شكرا لك صباح، كنت ضيفا خفيف الظل علينا. نتمنى لك مزيد من التفوق ومزيد من الإبداع ومزيد من الدعم. شكرا لك، تحياتي، تصبح على خير. شكرا.